استعداد تطولي شعرك بمكونات طبيعيه من البيت وبنتائج فعاله وانت هتلاحظيها بنفسك، كملي الفيديو للاخر. بصي يا ست البنات، انا جايبه لك افضل المكونات لتطويل الشعر بشكل ملحوظ وبمكونات طبيعيه، لا ضرر ولا تقصيف ولا اي مشاكل، وحنينه على الجيب، وهتلاحظي نتائجها بنفسك. طب ما تقولي يا ستي، طب صلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ستي البنات، انا مش محتاجه منك غير مكونين بس او 3 مكونات بالكتير في الوصفه بتاعتنا، مجربه ومضمونه ونتائجها فوريه. ايه هي؟ هتجيبي لي رز. انت طبعا عارفه فوائد الرز رهيب للشعر. استني بس هديكي خلاصه الخلاصه. هتجيبي لي رز بتغسليه وتحطيه، وكمان هتزيدي لي عليه معلقه حلوه من بذور الكتان، وتحطي لي عليه كوبايه ميه وعلى نار هاديه لحد ما يغلي تماما. ناخد خلاصه الرز وفوائده، وكمان ناخد خلاصه جل البذور بتاع الكتان. بعد ما يستلقوا كويس قوي محتاجه منك تحطيهم في الكبه وتضربيهم في الخلاط كويس قوي، وبعد ما تضربيهم هتحطي لي عليهم زيت زيتون ويكون نوعيته كويسه. زيت زيتون انت ضمناه شخصيا، بلاش الحاجات اللي من تحت السلم وتقولي ما بتجيبش نتيجه. انا عايزه اقول لك ان الوصفه دي مجربه ومضمونه من ناس كتير وعملت نتائج فعليه في تطويل الشعر. حطي على شعرك تلت ساعه مرتين في الاسبوع، حطيهم على شعرك واشطفي بعد كده شعرك ورطبي وابشري بجمال وطول شعرك. مكونات طبيعيه بتساعد على تطويل الشعر بشكل ملحوظ. انت مش محتاجه اكتر من كده، جربي وانت الكسبانه. بس كده خلصتي معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.